اي الواحد يجوع طبعا من يشوف خصوصا الباتشا. الجو بارد هم. هو اللي يميز الباتشا انه الجو بارد. اثناء الاجواء البارده الماطره يصير عليها اقبال كلش كبير من يعني مكونات كركوك من اهالي بس والله كركوك. اللي يحبون الباتشا حتى بالصيف ياكلون، يعني أنا واحدة من الناس بالصيف ما أكل. فاطمه لا تدفعيني هوايه، ترى انا 12 بالليل مرات اروح من والله اشتي باتشا هالقد اكل، ما يعني أحب هذا ما عنده الباتشا وقت. حتى لكن بالصيف اللي يعني اعتيادي. يصير يعني اكثر عليه اقبال هو بوقت الشتاء، باعتباره أي هو يعطي يعني سعرات حراريه، يحتوي على سعرات حراريه كلش عاليه، فبالتالي يغذي الجسم صح. بطاقة، وكذلك يعني شو ما يقول يدفي الجسم بطاقة كل زينة خلال الأيام الباردة والماطرة. والأجواء من تشوفين يعني خارج المحل اكو مطر وانت تاكل أي الباتشا، هاي يعني فد شيء هي أجواء قصة بواحة خرافية. ما يعرفها بس عشاق الباتشا. طيب مشاهدينا، اليوم عندنا ضيفة مميزة اللي هي رسامة، راح نحكي بها عن الرسم وموهبتها وشون وصلت إلى هذا الحد. معنا الرسامة سمية غانم، أهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بك شرفتينا في استاذ. برنامجنا الصباحي. يزيدني أهلا الشرف وسهلا اكيد. بيك. اهلا وسهلا بك ست. أهلا وسهلا. سمية احكينا عن نفسك، عمرك، شو وقت بديتي بالرسم؟ أنا سمية غانم، عمري 17 سنة. بديت بالرسم بعمر 9 سنوات. من قبل تشجيع من أهلي، من شافوا موهبتي تتطور، يعني شافوا عندي موهبة فبدأوا يشجعوني ماديا وعاطفيا وتشجيعيا. من قبل ست مدرستي، ست حذام علي سلمان، كانت مدرسة مخلصة بتعليم الفن، كلش كان تدريسها حلو، وكانت تعطينا تحفيز كلش قوي عن الرسم، ولحد الآن أنا أتذكرها. حطت هيك نتفة حلوة بداخلنا، كان كلش حلو، يعني خلتنا نتقوى عن الفن والرسم ونتشجع أكثر، وعلمتنا يعني كانت كلش مخلصة بتدريس الفن. علمتنا الزيتي والأكريليك، كانت كلش مخلصة، فكان كلش حلو تدريسها، لحد الآن أنا أتذكرها. طيب خلينا نجيب الخطوات الأولى اللي يعني من عمر 9 سنوات، شلون بديت يعني تتذكرين مثلا أبوك أمك يحكوا لك مثلا كنتي تشخبطين على ورقة أو فد شيء؟ كنت كل ما أرسم، كان ما عندي أجهزة أكيد، كنت أرسم هيك أشكال هيك، يعني ما كان يعني عشوائية. بس كان ملحوظ عندي موهبة، يعني كان مبين، مو مثل الأطفال الباقيين، كلنا كنا من أطفال نرسم، بس أنا كنت يعني شوي ملحوظ، يعني مبين عندي موهبة بالرسم، فكانوا يلاحظون إنه عندي موهبة من أكبر، فكانوا يشجعوني. كنت كل ما أرسم أروح أشوف أبويا أمي، كان يقول كلش حلو، ومرات من يجونا خطار همين أشوفهم رسمي، فصار عندي تحفيز كلش قوي إنه أستمر بالرسم. بس كان عندك أوراق كراسة؟ اي الرسم كنت كل ما مثلا يخلص دفاتر اروح تخلصين دفاتر؟ اي طيب. اخلص دفاتر اروح اشتري من المكتبه، واقلام كنت اشتري الوان. طيب الالوان كنتي تستخدميها وانت صغيره قبل لا ندخل الشوين؟ كلها خشب بس خشب ورصاص بس. اي. طيب منو كان اكثر واحد يعني ينبهر من يشوف هاي الشغلات البسيطه أمي. اللي انت؟ امي كلش كانت تنبهر، كل ما تشوف رسمه تقول كلش حلو وتشجعك اكيد. طيب هسه المرحله اللي انت واصلت لها، شنو ترسمين هاي اللوحات؟ شنو انواعها كلها؟ احنا من نشوف لوحه يعني بس نشوف انه فاطمه ها فد رسم حلو مميز بنوع من الابداع، لكن انتم الرسامين اكيد عندكم الزيتي، الاكريليك، هاي الشغلات شوي احكينا عليها. هو أنا فنانة تشكيلية رسامة، ارسم زيتي، هاي مبتدئة بالزيتي، هذا طيب. زيتي. اي ارسم زيتي، هاي يمكن ثالث لوحة لي بالزيتي، وارسم جاف، وارسم اكريليك، وارسم رصاص. طيب هاي اللوحة شنو ليش رسمتيها؟ رسمتها عن الامرأة الام. اي فكلش حلو، احس بها تعابير كلش حلو. اي تبين علاقة بين الام والطفل وكيفية أي. الحنان يعني الام العراقية بشكل عام بالضبط. رغم المحن يعني المصاعب تشوفيها، يعني حاملتها الطفل على كتفها، مبين انه يعني من الصغر هي تهتم بها لحد ما تكبر وتوصلها ل خلينا نقول المراحل المتقدمة. حتى هاي العباية اللي لازمتها يعني بها كلها تفاصيل حلوة، بها تفاصيل، يعني بها من الحياء والعفة اللي تتميز بها المرأة العراقية. طيب هاي اللوحة هاي الرسمة أكريليك من شو اسمه هذا. طيب هاي رسومات
رسم ذكاء اصطناعي. ذكاء اصطناعي. اي من الذكاء الصناعي ساعدني الذكاء الاصطناعي اطلع هيك شيء خيالي، فطلعت شيء خيالي عن الجماجم وميزته باللون الاحمر والاسود. طيب قبل أن تشوفينا هاي اللوحات، حاليا أنت طالبة؟ طالبة اي. طيب يا مرحلة يا هذا؟ مرحلة ثاني متوسط. صف ثاني متوسط. طيب عندك طموح يعني تصيرين تدخلين معهد فنون جميلة؟ اي عندي طموح كلش قوي ان شاء الله، بس اكمل دراسة ادخل الفنون جميلة تشكيلية عن الرسم والموسيقى وكل انواع الفن، اريد يعني فن تشكيلي. طيب شنو يعني عندك فنان مميز انت متاثره به او رسام يعني معروف متاثره به انت؟ والله قلت لك يعني مدرستي ست حذان خلت نتفة كلش قوية، فهي يعني ما شاء الله رسمها كلش حلو. فهي يعني شلون اقول لك مثل الهام، اريد يعني شلون اتقوى واصير مثلها، يعني كلش حلو كانت، يعني خلت هيك نتفة حلوة بداخلنا. فاطمة جميل انه هي يعني مدرسة تصبح يعني مثال لطلابها اكيد، ويحتذون بها يعني حتى يكبرون من يكبرون. نقدر نشوف الصور. هو اني هم مشوق اشوف اللوحات. سمية هذه يعني دا تشوفين اللوحات اذا هذه رسم اكاديمي عن التشريح، فهذه قياسات كلها من يعني لازم كل شيء مضبوط بالرسمة، من أنف وعيون وفم وإذان هيك يعني كلها قياسات تسوي. قياساتي. هذا رسم أكاديمي. زين مو صعب هاي الرسم؟ هو القياسات يعني عليه هو شلون أقول لك، هو صعب يعني بس مو صعب بنفس الوقت، يعني يحتاج لتركيز. مثلا هسه القياسات أهم من التضليل بالنسبة إلي، لأن من القياسات تطلع مضبوطة التضليل يضبط. يعني هسه أني كملت القياسات وبديت أضلل، صار كل شيء تمام، ما صار عندي شيء صعب، فعندي التضليل أسهل من التخطيط. ها تقريبا ايش قد ياخذ هاي اللوحة؟ هاي والله يومين. لأن جاف بالقلم جاف فقط؟ أنا جاف فقط يعني بالرسم، فهيك طلع. تمام. هاي يعني الرسمة الأصلية أنت قدامك لو هي وحي الخيال؟ لا قدامي هذه صورة وقدامي أنا أسويها على يعني عادي أي صورة مثلا إذا نخلي قدامك عادي ترسمي؟ عادي كلش عادي، حتى أشارك مرات ماكو يعني صعوبات عليك؟ ماكو صعوبة أبدا. طيب هاي اللوحة شنو؟ وهذه إمام جلال الطلباني. هاي إمام جلال الطلباني شاركت به بمعرض كبير صار في مركز الثقافي. رسمته همينة بالجاف، همينة خططته، ظليت اتمرن على ملامح الوجه لحد ما ضبطتها وسويتها بالجاف. اسمعي ليش اختاريتي هاي الشخصية بالذات يعني؟ والله كلش يعني شخصية ملهمة والشعب كله يحبه، شعب الكردستان، فكلش حلو. طيب عاشيلك. ايدك استاذ. البقية وهذه شنو هذه؟ هذه بالرصاص، تدرجات الرصاص. حبيت انه هيك شيء مختلف، يعني همين شويه نقول من باطن الاهل يعني الرحم، فرسمت جنين بتدرجات الرصاص، ما طولت بيوم واحد. هذا يوم واحد تقريبا. هذا يوم واحد يعني. اي هو هم خططته وخلصته، لان الرصاص كلش سهل. طيب عاشيش فشغلات كلش. شنو الفرق؟ الرصاص سهل والقلم جاف مو سهل؟ عشان يعني هنا رص جاف، فمن الجاف تخطئين خطأ بسيط تخرب ما تقدرين تمسحين. فلازم نرسم بالجاف بشكل دقيق. فأنا أرسم بالجاف بشكل دقيق، أركز على التفاصيل كلش هواي. أما بالرصاص هذا السؤال ما كان ببالي، شلون يعني الجاف؟ اي لا مو اقول هو نفس القلم. يعني ليش ذاك صعب ليش ذاك هاي سهل؟ مو هذا جاف يعني أي خطأ بسيط ماكو تصليح للورقة. صح. فالرصاص عادي أكو مساحة تمسحين، ها هي كلش تمام. عشت ايدك. فاطمة يمكن هواية تغلط من الرصاص على مود هذا سألتي هذا السؤال. أنا ما شو سعيدة مو مساحة. هذه رسمة أكريليك، حبيت أرسم مزهرية. شنو الأكريليك اسمه؟ بس شوية حدثينا عنها. هي يعني الأكريليك يفرق عن الزيتي. شلون؟ الأكريليك يوبس بسرعة طيب يوبس بسرعة وما بيشي، يعني مو هالقد صعب. مائي هو هذا تقدر مو مائي، لا أكريليك هو خفيف. يعني شلون نقول لك، نوع من الزيوت نقدر لا مو زيت. لا مثل يمكن هم يتخفف بالماء ويوبس بسرعة، يعني مثل عجين. طيب مو عجين زايد، هو هيك سائل. قصدي هم مو سائل زايد يعني وسط.
وسط. إيه. هاي ورود ما ورود اكيد البنات يحبون اكثر. هذا زيتي، هاي الثاني لوحة إلي بالزيتي. الاولى هي هاي الأولى بالبيت، يعني كان عندي أخطاء بها فما جبتها. طيب إيه. اكيد يعني مراحل مقدمه ان شاء الله هاي الاخطاء هم تبقى. هاي اللوحه ايضا هاي زيتي؟ لوحة زيتي همينة، هاي ثاني لوحة زيتي، وهاي ثالث لوحة زيتي. اي رسمت عصفور. زين ليش رسمتي هاي العصفور؟ والله انا احب العصافير، حتى رسمت العصافير. يعني شيء هيك ببالك ورسمتي؟ اي كلنا احب تفاصيلك ما شاء الله، يعني سبحان الله، يعني بين تفاصيل والوان كلش حلوه، فمن نرسمهن شلون يبهر كلش حلو. اكيد هي هم لوحه حلوه. وهذه نقول ذكرى حلوة. كنت أتمنى أرسم هذه الرسمة من أجيب، يعني أول بداياتي ب 2023 بديت أرسم لوحات يعني هيك. فرسمت رسمة فانجوخ. ها؟ مرتبطة ذكرى حلوة لأن بيوم عيد ميلادي رسمتها، يعني حققت حلمي اللي كنت أريده، يعني كنت أريد أرسم. عيد ميلادك ايش قد كان؟ 15؟ 4/8. طيب. اي ب 2023 رسمتها. يعني عمرك كان 15 ذاك الوقت؟ اي. ان شاء الله طولة العمر ونشوفك على المراتب. اخر لوحه هاي مبينه. شنو هاي؟ ما نقدر اللوحه حيدر تقدر تساعدنا بس تعطينا اللوحه. اوكي مبينه تمام مبينه. هاي اللوحه هاي اللوحه هاي اللوحه شو اسمه فلاحه عراقيه. حبيت ارسم هيك لان تعرفون تفاصيل الفلاح كلش حلو، فرسمتها هيك تمام. هم بالاكريليك. حيدر اذا تقدر تاخذ لنا اللوحه هناك من هناك بين ما نتحدث ويا سميه. طيب اللوحه هاي اللي تعبر عن الفلاحه العراقيه، يعني ليش جاب بالك مثلا هسه نشوف المراه العراقيه والفلاحه العراقيه. شكرا زميلنا حيدر. شكرا. عشتي ايدك. هم مثل ما تعرف احب الطيور والعصافير، فحطيت لها حمامه. اي ورسمتها هيك تتامل بالحمامه. اي يعني حتى تفاصيل الشعر، اي ورد النخيل اللي ورا هيك كلها حبيت امليها تفاصيل. اللوحات معبره صراحه سميه. احنا نهنيش على موهبتك وان شاء الله يعني نشوفك في مراحل متقدمه. والمهم في هاي المواهبات ما اكيد انه الواحد يعني يكمل تطورين من موهبتك، يطور من موهبته، وخاصه يعني بشكل اكاديمي. انت مثل ما قلنا يعني عندك طموح انه تدرسين في معهد الفنون الجميله، ايضا راح تدخلين في المجال الرسم التشكيلي اكيد ان شاء الله. طيب خلينا نحكي على المعارض. مشاركه بمعارض انت؟ شاركت هواي معارض، اي معرض يصير انا اشارك بيه لان كلش احب يعني المعارض. فاي معرض يصير، اما ان كان عن موضوع او هسه مثلا انا ليش رسمت هذه الرسمه، همينه صار عندنا مهرجان ومعرض بنفس الوقت عن الامراه، فأني حبيت شيء يكون عن الامرأة، يعني صدق ملهم يعني. فالأم هي امرأة كاملة وقوية همين بنفس الوقت، لأن قدرت تتحمل وتعطي أكثر من طاقتها. فهو هذا كان عن الامرأة، معرض من المعارض. طيب المعارض كلها بكركوك لو وين؟ كلها بكركوك، وإن شاء الله مشاركة معارض مثلا خارج كركوك أو دولي؟ لا والله ما مشاركة. أنا بدايتي 2024 بديت أشارك. أول بداية شاركت بها كان عندنا مسابقة رسم مباشر بشهر 12 يوم 9/10، هيك الجمعة والسبت صارت. طيب. فشاركت مباشر، رسم مباشر، وهمينا طلعت رسم مباشر. قصدك هناك الستاند هناك ترسمين يعني؟ هو هناك. فرسمت وشاركت. هاي كانت أول بداياتي. بعدين من هذه البداية بديت أشارك بمعارض أكثر، وبديت أرسم لوحات أكثر مثل هذين اللوحات. وهمين شاركت، ومعرض الثقافي شاركت رسم اعتيادي هيك كامل. همين وديت لوحاتي، اعطوني شهادات تقديرية، وشاركت أكثر من معرض لحد ما بديت أشارك معارض أكثر ومسابقات أكثر ومهرجانات. سمية هاي المعارض يعني لها أهمية برأيك؟ أكيد كلش لها أهمية، تخلي الفنان شلون الرسام أو الفنان ينعرض، خاصة المعارض الكبيرة. كلها حلوة يعني، كلش حلو، يظهر الفن أكثر بالعراق، كل شيء حلو، خاصة بكركوك هناك دا يكثر هاي الأشياء الحلوة. زين إذا يصير معارض خارج الكركوك أو خارج العراق، هم اللي كنية تروحين؟
ان شاء الله اكيد. حسب الدعوة أصلاً أكيد إذا تتوجه. يعني اذا صرت يعني اكثر فن وطورت فني اكثر يعني تحبين جتني تطوري دعوه، اي اكيد اكيد اروح أنا. بناء على الدعوات اللي تصير فاطمة، يعني يا ريت القائمين على المعارض يعني مو فقط يلتزمون بفئة معينة من الفنانين. أكيد احنا تحياتنا لجميع الفنانين الكبار، لكن أنا أعتقد أنه الهدف من المعارض هي إظهار الطاقات الشبابية، وخاصة المواهب اللي عندهم مثل سمية اللي يعني موجود من عدة يعني كثير من المواهب في كركوك. يا ريت المعارض أو القائمين عليه يوجهون دعوات المواهب اللي حاليا في مقتبل عمرهم وفي مقتبل مسيرتهم الفنية. فبالتالي الهدف أنا أعتقد من المعارض هو إظهار هاي الطاقات اللي مثل سمية اللي تمتلك الطاقات اللي مبينة قدام حضراتكم من لوحات، يعني دا أشوفها في شيء كلش حلو يعني يسر الناظرين مثل ما نقول. سمية أريد أرجع على الموضوع اللوحات. أنت شو كنت ترسمين؟ اكو وقت معين ترسمين بيه؟ اي اكو وقت معين. اكو رسامين يرسمون مني تكون شوي طاقتهم مو زينه او سلبيه، انا لا احب ارسم من يكون مزاجي حلو او طاقتي حلوه وعندي فراغ، يعني برسم هاي الاوقات. ما اقدر ارسم بمزاج مو زين ابد، فارسم بمزاج زين وطاقه حلوه هيك شيء وفراغ عندي وايام يعني وقت مناسبات. شنو الربط بين الرسام من يرسم ويا المطر؟ ليش دائما يقولون هسه هذا الوقت مطر وهاي السؤال؟ تصير الاجواء حلوه، يصير عنده هيك واهس وشغف كلش قوي، يعني هو سبحان الله الرسام يصعد واهسه بالمطر وهاي الاجواء الحلوه. وليش القهوه لازم؟ لازم قهوه، لازم كوفي او هوت يعني كوفي. انت هم يجي قهوه ومضطر اذا يصير ترسمين. هاي أجواء الطقوس مال الرسام. حتى موسيقى هاديه واجواء حلوه هيك. يعني فعلا هاي الطقوس لازم تصير. يلا هي تصير يعني اوتوماتيكي. اي اوتوماتيكي. طيب اللوحات اكثر يعني نوع من الرسم، يا لوحه او يا لون خلينا نقول اللوحات تاخذ وقت اكثر. مثلا هاي الاكريليك اللي حكيتي عنه، لو هاي الزيتي، الزيتي ياخذ وقت اكثر. تدري ليش استاذ؟ لان الزيتي يعني يطول فتره النشف، يعني ما ينشف بسرعه فيطول. فمرات الرسام يرسم لازم ينشف، يلا يحط طبقة ثانية من الألوان، فتصير هيك شيء تدرجات بالأيام وبالساعات لحد ما تكمل تفاصيل اللوحة. طيب سمية انت شلون موالمة ما بين الدراسة حاليا في هذا والرسم؟ أستاذ والله مقسمة وقتي والدراسة أدرسها بس بالمدرسة وزين الحمد لله، وأما باقي الأشياء يعني الرسم همين مقسمة وقتي. هم قلت لك بإني صار عندي وقت فراغ أرسم. دينكو يعني عندهم مواهب أو عندهم يعني هواية يعني فن معين، لكن شنو يخصصون كل جانبهم أو كل وقتهم لهذا الجانب، فبالتالي الدراسة ممكن يعني تضيع من يهملون الدراسة شوي. أكو هيك شيء، أكو صحيح هيك شيء. شلون تشوفين أنت هذا المنطق؟ بصراحة أستاذ يعني إذا الرسام يشوف عنده يعني يشوف هو الشيء بيه ناجح أكثر حلو، يعني يهتم بيه أكثر. احنا ما راح خلينا نخرج بس من الرسام. يعني مثلا واحد عنده موهبة بالطوبة مثلا، إذا يشوف عنده موهبة بالطوبة أو هاي عادي يعني لكن الموالمة أنا دا أحكي عليها، شلون يوالم بين هذا وهذا؟ شلون يقسم وقت؟ يقدر يقسم وقته، يسوي له نظام، يقعد يعني مثلا من الصبح إذا عنده مثلا دراسة أو شغل ثاني معين يقدر الإنسان مثل ما قلنا. فهو هذا الهدف اللي دار يوصل، إنه أي واحد عنده موهبة ممكن يعني ينمي موهبته حتى لو كان هو طالب. الضروري إنه شنو يقسم وقته مثل ما قال سمية حتى لا يأثر عليه. يعني بدنا نشوف هي تبدع ونفس الوقت هي عندها خلينا نقول بالدراسة وأيضا متفوقة أكيد، مو نص فما بسبب الرسم. لا مو بسبب تمام هو هذا اللي طيب آخر سؤال سمية قبل رسالتك الختامية. الشغلات من اللي يشتري لك اياها؟ الستاند، اللوحات، الالوان؟ قلت لك مثل ما قلت لك ابوي تشجيع ماديا، فكل ما يصير عنده يفاجئني بلوحات والوان. فشلون اني صار عندي هاي كل هذا؟ فبسبب ابوي كان يفاجئني بلوحات وستاندات والوان واقلام هيك. هو الاهل دعم الرئيس. دعم والله انا احييهم، يعني من يشوفون انا احيي كل عائله يشوفون عندهم فرد او يعني طفلهم او بنتهم ابنهم عندهم هاي الموهبه، يدعموهم حتى يوصل للي هو يريده في المستقبل.
شنو تحبين تصيرين من تكبرين سمية؟ آخر رسالة. اي احب اصير مدرسة فنية وافتح لي مرسم خاص لي كامل بالفن، يعني جميع انواع الفن. جميع. طيب كركوك مرسم هذا تتمنيني ان شاء الله بكركوك، يعني كلش حلو اذا يعني صار هيك شيء اشياء بكركوك وكبر ان شاء الله بالمستقبل هيك. ان شاء الله يتحقق كل امنياتك. ان شاء الله تصبحين صاحب هذا المرسم واحنا نجي نزورك ونستمتع بالمناظر واللوحات اللي موجودة. مشاهدين الكرام، كانت ويانا الرسامة سمية غانم اللي تحدثنا به عن الرسم وموهبتها بخصوص هذا الفن. عندنا بايوغرافي في هاي الفقرة المهمة اللي تسلط الضوء على الشخصيات الكركوكية الحاضرة واللي يعني غابت ورحلت عن هذا العالم. خلينا نشوف هذا البايوغرافي ونرجع لكم.